مرحبا بكم احبابي، ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير، سعيده كما كل مره بلقياكم في لقاء جديد مع وصفه جديده وحكاوينا ودردشات نتاعنا. نصفنا رمضان ديجا، يفوت بالخف ما شاء الله. ان شاء الله يا ربي يكون هذا العام فات عليكم بالخير والهنا، وتكونوا تلميتوا في ظل هذا الحجر الصحي، تلميتوا بالتحباب وتقاربتوا اكثر. الناس راها تصلي في ديارها والناس راها قاعده في ديارها ملمومه. ان شاء الله يا ربي هاد الايامات تفوت عليكم سلام، ويكون صيامكم مقبول وكل دعواكم مقبوله. وصفاتنا اليوم احنا موالفين في العادات نتاعنا، عندنا وصفات بارتيكوليير يعني خاصه، لكن نطيبوا الدجاج في نص رمضان. نطيبوا الدجاج اليوم، راح نطيب دجاج لكن ما راحش ندير وصفات تقليديه، راح تكون وصفه شويه جديده بتقنيه شويه جديده. راح نطيبوا الدجاج، راح نديروا لا تكنيك دو لا كانيت. الدجاج راح يجي محمر ويجي لذيذ جدا بواحد دو تخوا تكنيك بالك جدد عليكم. والوصفه الثانيه راح تكون وصفه بسبوسه، نحبوا البسبوسات وشفنا وصفات عديده من البسبوسات. اليوم راح نشوفوا وصفه البسبوسه بكريمه البرتقال، شكل جميل وذوق رائع جدا. تفوتوا معي الكوزينه اي مع بعض. الوصفة الأولى تاعنا راح تكون وصفة دجاج، وراح نشوف في واحد التقنيات راح يعطيك نتيجة مبهرة، داكور. وراح نقدموهم افيك دي بوم دو تير جاكسون، اوكي. قلنا الوصفة الثانية راح تكون بسبوسة. الوصفة الأولى واش راح نبدو؟ راح ناخذوا فرينة، والفرينة راح نضيفوا لها سكنجبير، وراح ندهنوا كامل هذاك البولين تاعنا، اي اون فا لو بيكي افيك دي كوردون كامل ساير داير لو بيكي افيك دي كوردون، ويبات 24 ساعة يبات ليلة كاملة على الأقل. ليلة إلا قدرتي 24 بيتي 24 ساعة في الثلاجة. إلا ما قدرتيش على الأقل ليلة كاملة. هنايا خديت كمية من الفرينة، اوكي، راح تحطيها يسخى تخي طوندر. هنا راح ندير فرينة مع سكنجبير، اوكي، وراح نضيف له الماء. راح نضيف له الماء، اوكي، حتى يولينا اون سورت دو بات اللي بها راح ندهنوا البولين تاعنا. راح ندير له تاني عصير ليمون، ملح، فلفل كحل، فوالا بهذا الشكل. هنا ناخذ عصير ليمون، هوب ايوب، عصير ليمون، ملح، فلفل كحل، وراح ندهنوا كل دجاج نتاعنا. فلفل كحل، ملح، ونخلط مليح كليا بهاد الخلطة. فرينة، جوز دو سيترون، سكنجبير، ملح، فلفل كحل، وتدهنيها. هاد العملية من الأفضل ديريها يوم من قبل، دهنيها تماما في كل الجوانب نتاعها، فوالا بهذه الطريقة. نقلبها بهذا الشكل كليا. وهنا كما قلت لك اون فالا بيكي، راح نحطوا لها لي بيك نتاع لي كوردون تاعنا ونطيبوها. سافا اتوندغيغ، راح تطري اللحم تاع الدجاج نتاعنا اكثر، اوكي. هنا
نجيبو لي بيك. هنا ما عنديش اسي، من نتيا حطي علبه كامله تاع لي بيك بهذا الشكل، بهذه الطريقه، وبيتيها ليله كامله. هذا الشكل لازم تتعمر تماما كي تولي كوم ان يغيسون، تتعمر تماما بلي بيك. نفس الشيء بالنسبه للثانيه. دهنيها مليح مليح، راح تتشرب. هذيك الفاينه اللي حطريها السيترون تاني يقلع لها الزنخه نتاعها، شفتو كي كونطون لا فلامب كي من هاك. هذا الشكل لازم تروح لك لا ماريناد بارتو. داكوغ، بهذه الطريقه ليله من قبل. هذاك ثاني سكنجبيل يتلائم بشكل جميل مع الدجاج اللي كيما هاك. هنا تنكمل كامل لا ماريناد اللي عندي. اوكي، هذه الخطوه الاولى. انا ما درتهاش من قبل باسكو كان لازم نوريها لكم، دونك قلت لك هذه الخطوه ديريها وخليها ليله من قبل تبات بهذا الشكل. اوكي، هنا صايي تخيلوا بلي درناها من قبل وبات لنا ليله. نجو نقلعوا لي بيك بروشيت لي دو، تشوفوا لي بيكي كم سا بهذه الجهه، جهه الصدر، فولي بيكي وتخلوها بهذوك لي بيك نتاعها في الثلاجه. هذه الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه، واش راح ناخدو؟ راح ناخدو هنا، راح ناخدو مايونيز، اوكي، ناخدو لا موتارد، ناخد لا موتارد، راح نضيف له ملح فلفل الكحل، ملح شويه فلفل الكحل، انا ديجا ملحين ودايرين فلفل الكحل، اوكي، وراح نخلطوا المزيج بهذه الطريقه، وراح ندير له بازيليك سيشي، الحبق ناشف، نخلط تاني مليح، ونضيف له تاني بوافغ الوان اختياري، ونضيف له تاني بيمون ديسبوليت ولا بابريكا حاره ولا ما كان له، المهم ديري المايونيز والموتارد مع بعض. هنا واش راح ندير؟ راح ناخد ان بلا يروح لي للفور. جو برondre دو كانيت نتاع الصودا، داكوغ، نخوي نصهم، نخوي نصهم، نقيس فيها انا ما نشربش صودا نخوي نصهم. انا نحتاج غير الكانات بنص الكميه اللي فيها. ناخد السكين نثقب الكانات، ناخد بابي كويسون ورق الطهي، نزيد نغلف، درت فوقها لالو، نزيد نغلف، اوكي، بهذه الطريقه. بهذه الطريقه، وناخد الدجاجه ونوقفها
هنا الدجاجة الأولى وقفتها، ونفس الشي بالنسبة للدجاجة الزوجة. بهذه الطريقة، وناخده أوب بهذا الشكل. فوالا بهذه الطريقة. وهنا واش راح ندير؟ راح ندهنها نتاع لا مايونيز ولا موتارد. ندهن كل الدجاجة بهذاك الخليط، راح تجي طرية وتجي بنينة. هذه الطريقة تعطي فوق كأنك شويتيها شو البنة تاع اللحم اللي تشوى برا بهذا الشكل. هنا ندهن كذلك هذه أوب، ندهن كل لو كور نتاع الدجاجة بهذه الطريقة. تجي بنينة بنينة، داك اللحم يجي طري. نأكد على الخطوة اللي قلت لكم تبيكيوها بلي كوردون وديروها في الثلاجة، تخلوها ترتاح بهذه الطريقة. هذيك الفرينة الثانية راح تطريها، وانا باش نتاكد بلي راح يطيبوا على خاطرهم راح ناخذ بابي كويسون، نغلفهم بابي كويسون اوتور، ونزيد لهم الالومنيوم بهذا الشكل. هنا نغلف عليهم بهذا الشكل. هنا راح نخليها مغلفه برك نص ساعه كيما هاك، من بعد نقلع لها. لو برانسيب تاع هاد التقنيه انه ديجا هذيك لا كانت اللي داخل كان فيها هذيك الصودا راح تتبخر وراح تبننها، راح فيه بها شويه فيها بنه كراميل، باسكو هذاك السكر اللي في الصودا راح يعطيها هذه البنه. هذه اول شيء، دونك ما تجيكش ناشفه من الداخل. ثاني شيء راح طيب ساير داير. احنا مضاري كي نحطوا الدجاجه طيب على جهه من بعد تقلبيها، هنا راح طيب لك ساير داير بنفس الطريقه. لكن انا باش ما تحرقليش وطيب على خاطرها نغلفها نص ساعه وبعد نقلي عليها ونخليها تكمل طيابها تكمل طيابها كيما هكا باش تحمر لي من كل جانب. ما تضحكوش عليها كي راها قرده كيما هاي. جربوها وردوا لي الخبر. فوالا هنا تروحي للفرن. الفرن مسخن، الفرن مسخن على 230 درجة مئوية في الأول، نخلوها نص ساعة، بعد نهبطوا درجة الحرارة حتى 180 درجة مئوية، نديروا لها الألمنيوم ونخلوها لداخل. هنا عندي بطاطا كنت غليتها ولا طيبيها على البخار، و يعني تكون مقشره من الاول، طيبيها على البخار ولا كما قلت لك غليها، لكن حاولي عليها باش ما تطيبلكش بزاف حتى ما تقديش من بعد تتحكمي فيها. وراح نقلع لها، نخويها شوي، نفرغها، نقلع لها الشابو تاعها، نفرغها بهذه الطريقه داكور، ونخليها هذاك الفراغ اللي نخويه لداخل والشابو تاعها ما نرميهش. ها هو دهنا. واش راح نديرو؟ راح نطحنو. فوالا هنا واش راح ندير؟ راح نحط البطاطا اللي قلعتها، راح ناخذ صفار بيضتين،
واحد، اثنين، نضيفهم. ناخد بشر الجبن هذا الشكل ونخلي شوية من بعد للتزيين. ندير ملح، فلفل كحل، ملح، فلفل أسود، فوالا. ناخد une poche à douille، نعمر لابوش ادوي بهذيك الخلطة نتاعي. راح كي يدخلوا للفور راح ينتفخوا. الفور يكون مسخن على 180 درجة مئوية. خلوهم 10 دقائق لداخل. البطاطا عندنا طايبة. هذا الشكل. نحط شوية زبدة au fond. بهذه الطريقة. وناخد لابوش ادوي نتاعي ونعمر. بهذا الشكل. بهذه الطريقة. هنا نزيدو صفار بيضة. هنا ناخدو الجون ندهنو من الفوق. نو بوم جاكسون. داكوغ. وراح نزيدلو جبن مبشور عاوتاني من الفوق ونديرو يطيب. يعني الدجاج تاعي هنا درت حبيبات، لكن ممكن ديري كتر. الجبن من الفوق ديليسيوس. سي بوم جاكسون بنان بزاف. نحطهم انا في الفور يطيبوا. نرجعوا بعد الفاصل نشوفوا احلى بسبوسه برتقال بعد الفاصل. تحليتنا راح تكون احلى بسبوسه بنكهه بالبرتقال مع شويه كريمه برتقال. وصفه شابه وبنينه اشتهيتها لكم يا ربي تجربوها. عندنا 3 خطوات سهلين. عندنا الوصفه تاع البسبوسه في حد ذاتها اللي تجيب السميد. عندنا وصفه كريمه، شويه كريمه راح نضيفوها لها تعطي لها بنه شابه. وعندنا وصفه السيرو نتاعنا اللي راح نشربوا به. السيرو نتاعنا واش فيه؟ فيه 2 عبارات ماء، عبار سكر، وفيه شرائح برتقال. نبدو بالسيرو. اوب تمنا. لا احتاجك حبيبتي. وهنا راح ندير 2 عبارات ماء، عبار سكر، وشرائح برتقال بهذا الشكل. خلوهم لداخل ينكهونا مليح السيرو نتاعنا. دوك الشرائح نحتاجوهم بعد سافا دوفينيغ كونفي. دوك نقدروا نستعملوهم في تحليه واحده اخرى ولا في ديكوراسيون واحده اخرى. هنا بالنسبه للبسبوسه في حد ذاتها. البسبوسه في حد ذاتها واش فيها؟ تبعي معايا. عندي 3 بيضات، عندي نص كاس حليب، نص كاس زيت، 3 معالق سكر، 2 معالق عسل، عندي خميره الحلوى باكي، وعندي كاس ونص نتاع السميد راح نستعملو متوسط من الافضل. هنا راح ناخذ الضراب نتاعي، ممكن ديريها بالضراب اليدوي. ناخذ هنا 3 بيضات، 1 اقتصاديه وراه وقت التشين اوطون اون بروفيتي. 3
3. نضربها مع السكر. خليها تضرب ونزيد لها العسل. ضربوها مليح. راح نضيف لها من بعد نص عبار زيت ونص عبار حليب. ونحتاجو عبار ونص سميد. هنا راح ندير لها كذلك شويه بشر برتقال. un peu de zeste d'orange. ما شاء الله. تقريبا 1.5 سميد. هذا الشكل. انا هادو كانوا رافديني نص كاس، دوك درت الخطات باش تجيني كاس ونص. وهنا راح نضيف السميد مع الخميره، خميره الحلوى. نخلط قرصه ملح، قرصه ملح، ونضيفوها. هنا المول اللي راح نستعمله، راح نستعمل هذا المول صبته في الاسواق. علاش؟ عنده هذا لو سيون هنا اللي راح ندير فيه الكريمه نتاعي، لكن تستعملي اي مول حبيتي، هذا باش الشكل تاعو راح يجي شباب. فوالا البسبوسه نتاعي. وهنا راح نفرغه في المول. باش يطيب على 180 درجة مئوية، ياخد لك 30 دقيقة شوية أكتر على حسب المول تاعك. المهم هاودا نديروه يطيب. كي يطيب احنا السيرو نتاعنا من بعد 10 دقائق كي بدا يغلي، بعد 10 دقائق نوقفوا الطهي نتاعو. بعد 10 دقائق نوقفوا الطهي نتاع السيرو. لما تطلع مباشرة السيرو نتاعنا يكون برد، هي سخونة نسقيوها بالسيرو اللي درناه بشرائح البرتقال. هنا باقي لنا آخر خطوة نسقيوها ونخلوها ترتاح. آخر خطوة باقي لنا الكريمة. الكريمة واش نحتاج فيها؟ نحتاج فيها 100 غرام عصير برتقال، نحتاج فيها شوية فانيلا، نحتاج فيها سكر 2 معالق سكر، ونحتاج فيها نشا. وراح نطيبها كيما نطيبو لا كريم باتيسيير. نحتاج فيها تقريبا ملعقه نتاع النشا حتى تعقد لي، ولما تعقد نطلعها ونزيد لها الزبده. نحركها مليح، ضروري جدا انك تحركيها مليح قبل ما تحطيها في النار، باش هذوك كريات فهذيك الفرينه ديك النشا ما تتكتلكش وما تحببش.
هنا نحطوها طيب فوق النار حتى تعقد. برد هي سخونه نسقيوها بالسيرو اللي الكريمه اللي تحصلت عليها واللي نحطوها في بوشادوي ونعمروا بها. ثم خلوها تبرد تماما قبل ما تستعملوها. اذا شفتوها باللي قساحت شويه اكثر ما ولاش طريه وما تقدروش تستعملوها، ممكن تضربوها في الميكسر وتقدروا تستعملوها من بعد. فوالا بهذا الشكل. هذه كريمه البرتقال اللي تحصلنا عليها واللي نشبحوا بها هنا كي تبرد تماما. نشبحوا بها البسبوسه نتاعنا. انا قلت لكم البسبوسه نتاعي وجدت كي خرجتها سقيتها مباشره بالسيرو، وهذيك الكريمه اللي درناها هنا وتكون بردت نحطوها هذاك الفراغ اللي عندنا وبعد تشبحيها كما حبيتي، ونتلاقوا على طاوله التقديم باش نشوفوا وصفاتنا واجده. ثم خلوها تبرد تماما قبل ما تستعملوها. اذا شفتوها باللي قساحت شويه اكثر ما ولاش طريه وما تقدروش تستعملوها، ممكن تضربوها في الميكسر وتقدروا تستعملوها من بعد. فوالا بهذا الشكل. هذه كريمه البرتقال اللي تحصلنا عليها واللي نشبحوا بها هنا كي تبرد تماما. نشبحوا بها البسبوسه نتاعنا. انا قلت لكم البسبوسه نتاعي وجدت كي خرجتها سقيتها مباشره بالسيرو، وهذيك الكريمه اللي درناها هنا وتكون بردت نحطوها هذاك الفراغ اللي عندنا وبعد تشبحيها كما حبيتي، ونتلاقوا على طاوله التقديم باش نشوفوا وصفاتنا واجده. وصفاتنا اليوم سخيه وغنيه، وصفات نصف رمضان. شفنا الدجاج هذا كيفاش حضرناه بطريقه جديده وطريقه حصريه، كيفاش درنا له هذاك المزيج نتاع الفرينه نتاع السكنجبير، وكيفاش دهناها به، وضروري انك تخليه ساعات يرتاح في الثلاجه. هذوك لي بيك اللي حطينا له البيكا بروش لي كوردون اللي حطيناهم فيه ونا بيكي حطيناهم في هذاك اللحم نتاعو باش يطري اللحم وباش يخلي هذاك الخليط تاع الفرينه والسكنجبير يدخل فيها اكثر. وجربي التقنيه راح تشوفي باللي راح تطلع جنان. وكلنا بعد ذلك درنا له اون سورت دو ماريناد، درنا فيها المايونيز، درنا فيها الخردل، صلصه الخردل ودهناها به وحطيناه يطيب. تقنيه كذلك مش معهوده كثير لكن تعطي لون جميل وقرمشه جميله وتحميره 360 درجه للدجاج نتاعنا، لانه كي تحطيه واقف كيما هاك راح يطيب من كل الجوانب بنفس الطريقه. قدمته افيك دي بوم دو تير جاكسون، ومن بعد حطي له خضروات، حطي له زيتون، هنايا قليت له فلفل، حطيت له طماطم فريشكا، حطيت له كذلك شويه كورجات القرعه كنا قطيتها وتنجلي صوتي بزيت زيتون، حطيت له زيتون، حطي له شبحي وعمري الطبق نتاعك كيما حبيتي بالخضره اللي حبيتيها. تحليتنا تحليه بسبوسه بالبرتقال، وراه وقته ما شاء الله راه يشهي. البسبوسه بسيطه بنينه اقتصاديه، هذيك كريمه البرتقال اللي زدناها تعطيها لمسه رائعه. ان شاء الله يا ربي وصفاتنا يكونوا عجبوكم، تقبل الله منا ومنكم باذن الله. صحة فطوركم وصحة سحوركم، ونتلاقوا في لقاء جديد، حلقة جديدة ووصفات جديدة مع شهرزاد ولمسة شهرزاد.